الليلة الواحدة بأكتر من 4 مليون جنيه، في فرش أسنان وأمشاط من الذهب تقدر تستخدمهم كل يوم. يا ترى إيه حكاية فندق الأحلام، الفندق اللي غنت فيه بيونسي الدقيقة ب15 مليون؟ ليه سعر الليلة فيه غالية قوي كده؟ لو عاوز تعرف ليه وتفاصيل أكتر عن فندق الأحلام خليك معايا في الفيديو ده. في قلب جزيرة نخلة جمرة في دبي في نجمة لامعة في عالم الفخامة والرفاهية. النجمة دي هي فندق أتلانتس ذا رويال، الفندق اللي اتبنى بتكلفة كبيرة جدا ما تتصدقش. تكلفته عدت $1.5 مليار، يعني حوالي 71,942,400,000 جنيه مصري، وده خلاه واحد من أغلى الفنادق حوالين العالم. بس يا ترى بخلاف تكلفته إيه خلى الفندق ده فريد ومثير للاهتمام؟ تعالوا نتعرف سوا على أبرز ملامحه وقصص الفخامة اللي بيحملها في كل زاوية. أول حاجة خلت الفندق ده محط أنظار الكل الحفلة الافتتاحية. الحفل الافتتاحي لفندق أتلانتس ذا رويال ما كانش مجرد حفل افتتاح عادي لفندق، لا دي كانت حفلة استثنائية أحيتها النجمة العالمية بيونسي. أيوة بيونسي، ما تستغربوش، طبعا نجمة عالمية زي دي لما تحيي حفلة مش هتاخد أي أجر وكلام وخلاص، هي أخدت أجر كبير جدا، خدت حوالي 24 مليون دولار، يعني الدقيقة الواحدة اتحسبت عليها زي ما نشر موقع صدى البلد ب 330 ألف دولار، يعني بالمصري حوالي 15,227,248 جنيه. متخيل حد ياخد في الدقيقة أكتر من 15 مليون؟ وعلشان بيونسي مش أي حد، في عملت وقتها في حفل الافتتاح عروض مذهلة وسط أجواء من الفخامة والبهجة، وكان مع بيونسي في فرقة سويدش هاوس مافيا، والحفلة دي قعدت 3 أيام، وده زود شهرة الفندق حوالين العالم. طيب الفندق اللي تكلفته خرافية ودقيقة الغنى فيه عدت ال 15 مليون، ده عامل ازاي؟ هو من جوه يعتبر عنوان للرفاهية الحديثة، ولو عقلك واقف على ان الرفاهية دي انه يكون مكيف وفي واي فاي قوي، فتعال اشرح لك رفاهية ازاي في فندق الاحلام وبتبقى عاملة ازاي. فندق اتلانتا ذا رويال هو فيه 100 جناح خاص، الليلة الواحدة فيه ب100,000 دولار. متخيلين 100,000 دولار لليلة الواحدة؟ يعني تقريبا 5 مليون جنيه مصري. يا ترى الجناح المميز ده فيه ايه؟ جناح رويال منشن مساحته 1100 متر مربع، في 4 أوض نوم على طابقين، زي ما نشر موقع CNN عربية ان بيونسي وجاي زي كانوا ساكنين في الجناح ده وقت حفل الافتتاح. الجناح ليه اسانسير خاص ومدخل خاص متزين باشجار زيتون عمرها فوق ال100 سنة. الجناح عنده اطلالات بزاوية 360 درجة على جزيرة النخلة والخليج، وفي مسبح لا متناهي ومفروشات من دار الازياء الفرنسية هيرمس، وفي اوضة سينما منزلية و3 اماكن علشان الاكل. الاسعار بتاعت الغرف في الفندق بتبدا من 1300 دولار تقريبا في الموسم العالي، بس الجناح ده بيبدا من 100,000 دولار لليلة الواحدة، وده يعتبر من اغلى الاجنحة في المدينة. الفندق كمان فيه 90 حمام سباحة، في مسابح معلقة وحمامات غطس خاصة في اكواخ مميزة، وفي حمامات سباحة لا متناهية في الطابق 22 اسمه كلاود 22، وفي كمان كراسي استلقاء عايمة متغطية بمظلات من دولتشي اند جابانا، وكمان في مكان اسمه نوتس مخصص لبيع الكوكتيلات والوجبات الخفيفة. كمان في حوض سباحة تاني بإطلالات على الخليج متحوطة بأكواخ خاصة، في تصميمات مزدوجة خاصة لكبار الشخصيات مع حمام سباحة. الفندق بيتميز بأماكن ترفيهية، في حوض سباحة بقاع إزاز معلق من الطابق الثاني، وكمان غرف الفندق فيها كل وسائل الراحة من شركة جراف، وأرضية حمامات من فيت، فيها كمان أمشاط وفرش أسنان من الذهب. الفندق فيه 17 مطعم بما فيهم أكبر مجموعة من مطاعم الطباخين من المشهورين في العالم. دلوقتي بقى قولوا لي إيه أغلى فسحة خرجتوها في حياتكم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.